ضع يديك على صدرك. هيا قل بسم الله. جمع نفس. هيا جمع نفس بعمق. يبقى الله أكبر. الآن تقول بسم الله. الله أكبر من كل جان سكن. الله أكبر. بسم الله. جمع نفس. الله أكبر من كل جان يهودي سكن. بسم الله. جمع نفس. الله أكبر من كل جان يهودي ظلم وسكن. نفس. بسم الله. جمع نفس. هيا الله أكبر من كل جان يهودي ظلم وسكن. بسم الله. الله أكبر من كل جان يهودي ظلم وعطل وسكن. تشعر شي حاجة؟ شو كتحس؟ شنو كتحس؟ ضيق في الصدر، خفقان في القلب بكثرة، صح؟ الآن اسمع، هيا ركز معها جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء تشرب شيء؟ ضيق، بكاء. طيب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيا معشر الجن اليهود، يا معشر الجن اليهود، يا من سكنتم أبدان المسلمين والمسلمات، يا من أمرضتم أبدان المسلمين والمسلمات، يا من شوهتم جمال المسلمين والمسلمات، يا من محقتم مال المسلمين والمسلمات، يا من أبلذتم عقول المسلمين والمسلمات، يا معشر الجان اليهود، يا من اشتغلتم بالأسحار مع السحرة الكفرة الفجرة، يا من تضلون الناس عن الدين والاستقامة، يا من تسعون في الفساد والإفساد والسفك الدماء، يا معشر اليهود، يا من سكنتم كثيرا وعذبتم كثيرا، اعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، واعلموا أن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل وعلا واصفا حال اليهود والنصارى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فدين الله جل وعلا واحد، أمر به الأنبياء والرسل، أمر به موسى وعيسى وإبراهيم، وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فاعلموا هذا يا معشر الجن،
اعلموا أن الله تعالى أحب لكم الإسلام ورضيه لكم، فاقتفوا أثر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسير على ما سار عليه موسى وعيسى وإبراهيم. قال الله جل وعلا واصفا حال اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله ليعلم كل يهودي وكل نصراني كيف يكون الحب وكيف تكون المغفرة. قال الله جل وعلا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تعذبون على قدر ذنوبكم، تعذبون على قدر جرمكم وإثمكم، وكفى بالكفر إثما، بل أنتم بشر ممن خلق وأنتم جان ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وكلنا بين السماء والأرض، وما في السماء وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فلله جل وعلا، ما في الجبال والأنهار والأودية والبحار فلله جل وعلا، ويخلق ما لا تعلمون، وكل شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاحمدوا الله وقولوا لا إله إلا الله، إن الدين عند الله الإسلام يا معشر اليهود. قال الله جل وعلا فاسمع يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وصف الله من اتبع سبلهم وحالهم أن الله لا يهدي القوم الظالمين، فما بالك باليهود أنفسهم، ظلموا أنفسهم وقتلوا أنبياءهم وسفكوا دماءهم واستحيوا نساءهم. يهود قوم بهت أخفوا كثيرا. قال الله جل وعلا واصفا حالهم مع ربهم أنهم اتهموه بالسلب والنقص والعيب وحاشاه جل في علاه. قال الله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا. ربنا يغار يصف حالهم عليهم الذلة والصغار. قال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اتهموا الله عز وجل بالتقصير وبالقلة وبالفاقة، ولهذا يسعون في محق المال وأن يضيقوا على المسلمين في الأرزاق، لأن هذا وصفهم كما وصفهم ربنا جل وعلا. نعم لا يريد أن يروا الناس في غنى، في سعادة، في استقامة، في صلاح، فيسعون في خراب ودمار وقتل وشتات. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
كلما رأوا الخيرات تتوالى على خلق الله ازدادوا طغيانا وكفرا. وليعلم أن من حسد ورمى من أعطاه الله من خيرات أن فيه شبها من اليهود، فيه شبه من اليهود الذين يرمون الناس حين يرون عليهم خيرات. فمن رمى من حباه الله بخيرات، والخيرات قد تتجلى في فهم وفي ذكاء وفي قوة وفي صحة وفي جمال وفي مال وفي زوجة وفي أبناء وفي بيت، وقد تتجلى في الاستقامة وهي خير النعم. قال الله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يا الله، جزاء على طغيانهم وكفرهم. وهذه شر العقوبة أن يلقي الله جل وعلا في قلب العبد الطغيان والكفر إلى أن يلقى الله، فلا يفيق من غفلة ولا يفيق من ذنب، ويظن نفسه أنه على حال يرضي نفسه به والله عنه غاضب. وهذه شر العقوبة، نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا. قال الله: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. دائما يسعون في الدمار والشتات ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فيا معشر الجن، أخاطبكم وأخاطب عقولكم، أخاطب قلوبكم. هذه الكلمات تعونها جيدا، وتعلمون أن الله قالها الحكيم العليم الخبير سبحانه، وأن ما وصفه ربنا تعيشون عليه. فأي حياة هذه؟ فأي حياة هذه؟ فساد وإفساد. قال الله: واسمعوا، يصف ربنا جل وعلا حالكم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. لماذا يا الله؟ الله يصف ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في كتاب الله جل وعلا إلا لمن أراد أن يتغافل. قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود والذين أشركوا، وعلى ضربهم الشيعة، وعلى ضربهم القتل الفجر الذين يقتلون الناس كل يوم، أخزاهم الله، غلت أيديهم. فربنا جمع الذين أشركوا مع اليهود فهم سواء. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أقربهم إلى المؤمنين النصارى. لماذا؟ الله يبين دائما سبحانه: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. فقط لا. لماذا؟ وأنهم لا يستكبرون. كل عبد لا يرى في قلبه الاستكبار فهو على خير عظيم. ولهذا ربنا جعل النصارى أقرب إلى الإيمان، لأن نفى عنهم الاستكبار والعلو عن الحق. ولهذا اليهود أبعدوا عن الدين لأن فيهم العلو والاستكبار، وقالوا نحن شعب الله المختار. فأي خيارة هذه وأي اختيار واصطفاء هذا؟ قال الله: اسمعوا يا معشر اليهود، اسمع تسمع بإذن الله تعالى. وقالت اليهود عزير ابن الله. لماذا؟ وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم، يقولون ما شاءوا، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيا معشر اليهود، أسلموا
أسلموا لله جل وعلا. ونذكركم بواقعة واحدة تعلمون بها الحق بإذن المولى جل وعلا. اسمعوا ماذا قال حبر من أحباركم وعالم من علمائكم. أتى إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له: أنتم معشر المسلمين نزلت عليكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فاليهود يقرؤون القرآن ويفهمون أكثر من بعض المسلمين، بل أكثر من كثير من المسلمين، ولهذا حرفوه وغيروه. ما من شيء يقدم المسلمين إلى ربهم إلا وحرفوه وغيروه بشهوات وشبهات ولذات وبأشياء كثيرة خاض فيها المسلمون وتوجه إليه المسلمون بجهل وبشهوة. فهذا الحبر وهذا العالم سأل واستفسر، لكن وجد أمامه عالم تقي ورع عدل، ما وجد جاهلا أو من يريد دنيا. قال: آية واحدة يعرف اليهودي أن هذه الآية هي كل شيء، هي اللب، هي الختام، هي المسك. آية نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت علينا، ويتمنون أن تكون فيهم، لكن الله اختار المسلمين واختار محمد صلى الله عليه وسلم. آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فسأل عمر: وما هي هذه الآية؟ قال اليهودي: قول الله. اسمعها. قال اليهودي: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له الفاروق عمر رضي الله عنه: إني أعلم السنة التي أنزلت فيها والشهر الذي أنزلت فيه والساعة التي أنزلت فيها. فوجد أمامه بحرا عالما فقيها عاملا بكتاب الله يحث رعيته على التمسك بكتاب الله جل في علاه. فاعلموا يا معشر اليهود أن أحباركم يخفون عليكم كثيرا من الحقائق التي أظهرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أرسله الله جل وعلا ليخرجكم من الظلمات إلى النور بإذن ربه سبحانه. فحري بكم أن تقولوها لله جل وعلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. نرغبكم يا معشر اليهود. واللوم والعتاب أولا على كثير من المسلمين. فاليهود أظهر ربنا جل وعلا أنهم لا يسيرون إلا بالقوة، فلو أنهم رأوا الركب الذي يقود الأمة أو يقود العالم والإسلام بقوته التي أتى بها أصلا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه القوة إيمانية ومادية ومعنوية ونفسية في كل مناحي الحياة، لكن تخلف المسلمون. فلو رأى اليهود أن المسلمين هم من يقودون العالم لأتوا إلى الله عز وجل، لأن كثير منهم لا يريدون دين بل يقدمون على القوة
وعلى المادة فبها قد نأخذهم إلى دين الله كما أخذ محمد بن عبد الله المؤلفة قلوبهم، لكن إن لله وإنا إليه راجعون. بل هم من قادوا الأمة وسخروا أموالا وسخروا تقنيات وتكنولوجيا وعلم، بل حتى في السحر يقودون بشر وبكفر وبأذية وبتسلط، من جهة يؤخرون أمة وعقولا وأفئدة وأبدانا، ومن جهة هم يسيرون إلى الأمام. لكن اعلموا أن الله جل وعلا حكم عدل، ولن تقوم الساعة حتى ينطق الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي خلفي أو ورائي فاقتله، إن لم يسلم لله جل وعلا. فأمة محمد ما أرسلت للقتل وما أرسلت للظلم، بل أرسلت للهداية وللدعوة. وعندما تخلف كثير عن وظيفته وعن الالتزام بسنة ربه وشرعة ربه، صار اليهود يرون أنفسهم أنهم على شيء، مع أن الله قال ليست اليهود على شيء. يا الله ما أعظمك يا الله، رحماك يا أرحم الراحمين. أسلموا لله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا وأقبلوا على الله، لا إله إلا الله، وإلا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. سنراها إن شاء الله تعالى. بسم الله توكلنا على أسلم لله تعالى. أوقف ظلمك له وأذيتك له وأسلم واخرج. أنت قوي صح؟ لا تخرج، لا تخرج، قوية صح؟ طيب خير، أبشر. قوي، أنت قوي كثيرا أنت قوي. تعال. أنت القوي. أنت القوي. طيب أنت قوي. أنت قوي صح؟ أنت قوي. أنت قوي. أنت قوي. أنت قوي. نعم. ها؟ لا لست بقوي. أنت قوي. ها؟ لست بقوي. لست بقوي. لا. تسلم أم لا؟ تسلم أم لا؟ لا. ها؟ لا. تخرج أم لا؟ لا. ها؟ لا. طيب هيا. لا. لا. هيا. لا. تخرج أم لا؟ لا. طيب. لا. أنت قوي. نعم. طيب هيا. لست بقوي. ها؟ لا. تخرج أم لا؟ نعم. تخرج. أخرج. هيا اجلس الآن، اجلس وتكلم معي. هيا بسرعة. هيا. قوي. القوة لله. قوي. مرت. ها؟ مرت قوي مرت لا. مرت قوي مرت لا. طيب هيا أجبني. كيف دخلت؟ هيا بسرعة، ما في وقت. هيا. من كم سنة؟ منذ كم سنة؟ بسرعة ما في وقت. سنوات كثيرة. أي سحر دخلت بسببه؟ هيا. سحر اليهود. طيب بماذا صنع هذا السحر؟ هيا. بماذا صنع؟ نعم. تعطي ليش؟ ماذا؟ تعطي كل شيء. كم سنة تقريبا؟ منذ كم سنة تقريبا؟ قبل زواجه؟ كم سنة تقريبا الآن؟ 5 سنوات. 5 سنوات. طيب ماذا؟ كيف؟ توقف له كل شيء، يعني أنت كتعطي عليه كل شيء، تعطي كل شيء. ترونه، يعني تجعل المشاكل في كل شيء. خلاص. طيب أنت من يوقف عليه العمل وكل شيء. يهودي أنت. طيب يهودي. كيف؟ حاجة ما تكون معه. طيب أقول لك كلمة اسمعها مني، اسمعها. أسلم لله تعالى، أسلم لله جل وعلا، أسلم لله سبحانه جل في عكفك ظلما. هذا لا يجوز، هذا حرام. أتؤمنون باليوم الآخر؟
أتؤمنون بالموت؟ اليهود يؤمنون بهذا، اليهود كلهم يؤمنون بهذا، يؤمنون بموت، يؤمنون بالإله، يؤمنون. ها؟ تعذبوا. طيب إذا أنت خلقت من أجل أنك تعذب الناس. طيب كيف تعذبه؟ عن إثر سحر أم لنفسك أنت؟ كيعجبك كل شيء تديروا لي، كل التعذيب، يعني أنت تتلذذ وتتفنن في تعذيبه. ها؟ كيفاش؟ تحماق على الشيء، كتحماق على التعذيب، يعني أنت تخلقتي باش تحماق تعذب الناس، كتفنن في أنك تعذب الناس. عندما تنتكس الفطرة هكذا يصير حال الإنس والجن، لأن الله تعالى أصلا خلقنا كي نجبل ونسير في طريق الخير، لكن عندما تنتكس تولي منكوسة معكوسة، تولي هكذا الإنسان لا يرى إلا الحسد والحقد والغل والانتقام والظلم وسفك الدماء، وقد يجره هذا إلى الفساد وأشياء كثيرة. يعني صار أصلا يصير عنده فطرة شيطانية، تكوين الشيطاني وتركيب الشيطاني وأنفاس شيطانية هكذا. إن لم العبد يصدرك نفسه بمحاسبة نفسه فالله المستعان. نعم، تعذبه خلاص، انت خلقت من أجل هذا، أنك تبقى تعذب فيه وتمرض فيه، وهذا هو هذه الإفادة اللي عنك، صح؟ انت بغيت تعذبه. نقول لك حاجة، انت انا بغيت نعذبك، ترضاها؟ انت انا بغيت نعذبك، ها؟ كيفاش ما نعذبكش؟ انت ما باغيش نعذبك وانت تعذبه، ها؟ حتى انا يعجبني، حتى انا غادي يعجبني نعذبك. يلا فكها معايا مزيانه، تبقى تعذب فيه انا نعذبك باذن الله تعالى. ها؟ شنو؟ نتفقوا الان، تعذبوا انا غير يعجبني نعذبك لأن أجر عليه، لأني آخذ عليه بالظالم حينها، وقد بينت لك. كيف؟ مش الرأي ديالك؟ الرأي ديالك للساحر، ها؟ الساحر لن ينفعك في شيء، الساحر لن ينفعك في شيء، لن ينفعك في شيء، ولا يفلح الساحرون. قال لك تعذبوا، وربنا قال لي ولك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كيف؟ أقوم لك وش نجيك عود تاني؟ طيب هيا اخرج منه. لا تستطيع. كيف لا تستطيع؟ أبدا. كيف لا تستطيع؟ تستطيع، كما دخلت تخرج، تستطيع. هيا اترك أذيته. غادي نعاود نرجع لك. مدة طويلة. طيب خلاص، مدة طويلة كنت في الظلم، تحمد الله أن الله تعالى ساق لك من يبين لك الخير من الشر، والخير أحق أن يتبع. لا تستطيع. تمشي. أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، وخليت الحملة الأرض بسهولها وهضابها وتلالها وجبالها وأنهارها، وما بلغ غير هذا البدن الصغير، هذا الجسد أنت مرتهن في محتبس فيه وتقولي ما عندي فين نمشي. هذه عقوبة من الله عليك أن تتوب إلى الله حتى يقلع عنك هذا العذاب. أنت الآن الله يعذبك به، ما أنت من الذي تعذبه، أنت الآن تعذب به، أنت الآن تعذب به. عندما نترك الطيبات ونذهب إلى المحرمات، هذه عقوبة دنيوية قبل أن تكون عقوبة أخروية. يفهم هذا. الله أحل الطيبات من الرزق، والله جعل الطيبات كثيرة ما حصرها، ولكن حصر الحرام، حصر المحرمات. قال هذه حرام، قل تعالوا أنتم ما حرم ربكم عليكم كيت وكيت وكيت. أما الحلال فهو طيب معروف كثير، فما تقول لي بدل أبقى فيه. الحمد لله الأرض كبيرة واسعة إذا فيها. طيب العبد المؤمن يستمد قوته من قوة الله جل وعلا. طيب هيا الآن حان الأوان كي تقول لا إله إلا الله. قل أشهد أن لا إله إلا الله.
واخرج طاعة لله عز وجل. الوقت يداهمنا، هيا بسرعة، الوقت يداهمنا، هيا. أنا لا أريد تعذيبك، لا تحوجنا إلى هذا، لا نريد هذا. هيا كن لبيبا عاقلا كيسا فطنا، واعلم أن ما نقول لك هو الخير، وفي نفسك تعلم أنه هو الخير. هيا 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 هيا، بسم الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا تقولها، أنت قوي، اخرج منه، هيا هيا، خذ طاعة الله عز وجل. الوقت، هيا هيا. إذا قمت لك مرة أخرى ستعذب. الله يجزيني. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أنت كافر، دعاءك غير مقبول عندي أصلا عند الله عز وجل، إلا إذا كنت مظلوما، حينها هذه الوسيلة التي يستجاب الله بك بها فقط، لأن الله يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا. دعوة المظلوم مستجابة. أما مع هذا في الدعوات فإنها لا تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. هيا هيا، تعذب الآن، هيا هيا هيا، في الله، هيا هيا، خلاص، هيا، ما في كلام، هيا ما في كلام، هيا. لا تريد العذاب وتعذبه، لا تريد العذاب وتعذبه. هيا خلاص، انتهينا. هيا هيا، ما عذبش. هيا بسرعة، هيا بسرعة، هيا بسرعة، خش اللعبة هنايا. هيا الله القوي، مشينا. هيا 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 هيا، اتقي ربك عز وجل. هيا بزاف من هذا الشيء، ما كدير بزاف، انت خويا بزاف، انت نعم اسمع وكيفنا انت تقتلوني. أنت قتلته قبل تخرج أم لا؟ انا خرج تخرج أم لا؟ تخرج أم لا؟ الآن. هيا هيا، خرج، هيا واصل، هيا هيا، ما كاينش تسنى الآن. هيا خرج، هيا خرج، هيا هيا خرج، هيا الآن، هيا 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 هيا، يلا هيا واصل، هيا بسرعة، هيا واصل، هيا الوقت، هيا ما في وقت، هيا بسرعة، هيا ما في وقت، هيا بسرعة، هيا هيا واصل، هيا ما في وقت، هيا الوقت، هيا هيا بسرعة، هيا واصل، هيا 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 واصل، هيا بسرعة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هيا واصل، هيا هيا شي خطر، هيا قلت لك أسلم لله يكون أخذ الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. قص عليك، قص حاجة بزاف. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأعاهد الله أن أخرج منه ولا أؤذيه ولا أرجع مرة أخرى، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هيا اخرج الآن، هيا الآن بسرعة، هيا بسرعة، هيا يلا، هيا القوي، هيا يلا بسرعة، تعطل كل شيء، يلا بسرعة، يلا هيا قوي، يلا هيا، هذه القوة اللي عطاك الله ديرها في الخير، هيا من الآن ديرها في الخير، يلا هيا من هذا النهار القوة ديرها في الخير، ما ديرش في الشر. خلاص ما تكثروا الكلام، الوقت ما في وقت، هيا الناس ينتظرون، هيا يلا هكذا، واصل مزيان، خرج بالرجل هكذا مزيان، يلا هيا واصل، هيا تكمل، واصل، جيد ما شاء الله، هيا جيد، هيا واصل، قربت، هيا مزيان، هات تحرك مزيان، سير، هيا واصل بإذن الله جل وعلا، هيا واصل، هيا واصل، هيا واصل، تقدر ماشي ما تقدرش، هيا بسم الله، هيا جيد ما شاء الله، هكذا ما شاء الله، هيا واصل،
جيد 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 جيد. هيا فاخرج هيا فاخرج هيا فاخرج جيد جيد. حركة سريعة جيد ما شاء الله. هيا واصل جيد ما شاء الله. هيا واصل بإذن الله تعالى. جيد هيا ما شاء الله ما شاء الله. هيا واصل ما شاء الله. هيا واصل. لا إله إلا الله. ما كنتيش كتحكم في رجليك نهائيا وديك السرعة ما كنتيش كتقرا لها صح؟ خير إن شاء الله. أبشر قل الحمد لله رب العالمين. طيب قل الحمد لله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا.